مرة أخرى أنها المحاماة التي تقف دائما إلى جانب المواطن، إلى جانب الشعب التونسي وإلى الشعب التونسي. ورسالة ثالثة نسوقها إلى هياكل مهنة الجبابرة. اليوم يوم غضب وطني في المحاماة التونسية، أكد به أن تواصل النضال من أجل المصلحة العليا للوطن، وأن ولائنا في هذا الوطن إلا لتونس، مع أن ولاء لأي جهة سياسية. المحاماة التونسية اللي كانت دائما إلى جانب صفوف الشعب التونسي وإلى جانب يعني نضالات الشعب وخياراته، كانت كذلك وفية لهذه النضالات. اليوم الشعب التونسي طمح من خلال يعني 25 جويلية هذه اللحظة التاريخية أن يكون فما تغيير لواقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأن يحسن من واقع الحريات ومن واقع القضاء ومن واقع المؤسسات والإدارة. اليوم نشوفه في بطء كبير يعني في تحسين والتغيير والإصلاح، وكذلك وحتى في مقاومة الفساد، وكذلك نشوفه في ارتدادات في مسألة الحريات. اليوم المرسوم 54 هذايا المرسوم سيد ذكر نعتبره أنه مرسوم جاء مخالف لكل مبادئ وقيم الثورة المجيدة. ما فماش داعي لمراسيم جديدة فيها تشديد للعقوبات توصل ل10 سنوات. اليوم إحالات بالجملة للمحامين وللناشطين الحقوقيين وللصحفيين من أجل هذا المرسوم. كل كلمة يمكن أن تكون محل تتبع لدى القضاء، وهذا حقيقة لا نريده لشعبنا ولوطننا. اليوم كل فرد من أفراد الشعب التونسي يولد وهو مدين ب10,000 دينار إلى الخارج. اليوم رانا ما يمكنش أن نبقاو في حل وحيد هو حل صندوق النقد الدولي اللي يملي علينا حسب مصالحه، هو ما عنده حتى مصلحة معنا إلا أنه بهالقروض هذه يغرقنا في تداين كبير. اليوم لابد أن نعولوا على أنفسنا وأن نغيروا الحلول الاقتصادية والاجتماعية، ولنا في المحاماة والمنظمات الوطنية الحقيقية التي بعيدة كل البعد عن الفساد، والتي معناها تناضل حقيقة فقط من أجل إعلاء راية الوطن ومن أجل مصلحة المواطن والوطن. لها من الحلول والخبرات أن تعطي حلول جديدة للاقتصاد. نحن نحب نكون عندنا مبادرة شاملة وحقيقية وعميقة وفيها الحلول اللي يقولوا عليها زملائك، ونحبوا نكونوا فيها حلول اقتصادية واجتماعية، مش مبادرة سياسية فقط، هي مبادرة إصلاح شامل للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وسيتم، ونحن نؤمن بالمؤسسات، وسيتم يعني تقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية اللي هو عنده معناها مؤسسة أولا دستورية وعنده معناها شرعية أخذها من الصندوق. نمنوا بالصندوق ونحبوا التداول السلمي على السلطة، وما نحبوش يعني هذا أنه هالمبادرة تكون كأني ضد النظام. لا، نحن هذه مبادرة في إطار الإصلاح. حد الآن الأحزاب لا يمكن أن هي الأحزاب لابد أن ترتقي بأدائها قبل كل شيء وتسترجع ثقة هذا الشعب، وهي مختلفة وفيها صراعات بينها ولا يمكن تجميعها، ومن صعوبة بمكان حتى الشعب التونسي رافض إلى حد الآن هذه المشاركة الحزبية، لأن هي ماشي الحل حاليا. عندما ترتقي الأحزاب بأداء وتحسن من وضعها، نحن ما احناش ضد الأحزاب، ونحن اليوم سنتوجه كمنظمات وطنية للسيد رئيس الجمهورية. الهدف الرئيسي لهذه المبادرة ما هو الهدف الرئيسي؟ الهدف الرئيسي هو إصلاح كما قلت التشريعات المنظمة للحياة السياسية، وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هالبلاد هذه.